نشكر الأستاذة سوسن دينكو المسؤولة عن رابطة المرأة الكردية النمساوية للثقافة والفنون، وكذلك أيضا الأستاذ علي والأستاذ جان لحضورهما وحضوركم أيضا. رواية رسائل من ذاكرة كازانوفا ليست هي الرواية الأولى التي كتبتها. هذه الطريقة هي الأفضل. هي ليست الرواية الأولى التي كتبتها منذ حوالي 15 عاما منذ أن بدأت في كتابة الروايات، لكن هي الرواية الأكثر تفردا عن غيرها من الروايات لفكرة النص وحداثة الرواية نفسها. فالرواية تعتمد في الأساس على رسائل يكتبها شخص يدعى فرات، ثم يصبح اسمه فيما بعد كاف لدى طبيبه النفسي، ثم عندما يأتي إلى دمشق هاربا بصفة لاجئ يصبح اسمه كمال، ثم عندما يفقد ذاكرته يتلبسه اسم جديد قنطور. وقنطور في الثقافة الإغريقية القديمة يمثل ذلك المزيج بين الإنسان المتمرد وكذلك أيضا الحصان. فيحدث داخل كازانوفا هذا النوع من التمرد بين ذاكرته وبين حاضره، أي ماضيه وحاضره. فالرواية تسرد يوميات هذه الشخصية، سواء عندما كان في العراق طفلا صغيرا أو عندما ينتقل للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية في العراق كمترجم للغة الإنجليزية والعربية، ثم حياته الجديدة في دمشق كلاجئ، وما تعرض له بالصدفة كحادث مروري أثناء توجهه للسفارة الكندية للحصول على الفيزا والهجرة إلى كندا. تبدأ حياة أخرى بعد الحادث وهي حياة فقدانه للذاكرة. لكن هناك ترابط بين الحياتين، حياة ما قبل فقدان الذاكرة وحياة الذاكرة الكاملة. ففي حياة ذاكرته الكاملة يلتقي بطبيب نفسي في دمشق بسبب أزمات يعيشها منذ طفولته، وهي أزمة حرمان الوالدين. فكازانوفا في الرواية يعيش بلا أبوين منذ أن يفترق والداه، ويبدأ حياته الجديدة كطفل صغير مع عمته ثم مع عمه. فيعاني من أزمة نقص حادة يحاول تعويضها بعلاقات غرامية متعددة، تبدأ من المدرسة عندما كان طالبا في المرحلة الابتدائية، ثم مع زميلته طيف الذي يسميها طيف، لم يكن اسمها طيف إنما سماها طيف. ثم تبدأ علاقته المميزة والفريدة مع معلمة اللغة الإنجليزية دجلة، التي تبقى عالقة في ذاكرته حتى بعد أن يفقد الذاكرة، لكن تبقى كذاكرة جسد. ثم تنتقل علاقته من واقع المشرق إلى واقع الغرب من خلال عمله في القاعدة العسكرية الأمريكية. هو ليس مندفعا لعلاقات عاطفية غرامية أو حتى إذا قلنا علاقات جنسية بسبب شهوة مفرطة أو بسبب ربما حاجة نفسية، بقدر ما هي حاجة عاطفية سببها الأساس حرمان الوالدين. وفي علم النفس حقيقة إذا ما تعرض الإنسان في سن مبكرة لمثل هذا النوع من الحرمان يحاول دائما تعويضه في علاقات أيا كان شكل هذه العلاقات، سواء عاطفية غرامية أو حتى ربما علم النفس يرصد سلوكا إجراميا لدى هذا الطفل إذا كان يعيش في جو يفتقد لحنان الأبوين. فكازانوفا شخصية رومانسية منذ أن كان طفلا، فمسار حياته الذي بدأ بالعلاقات العاطفية
حددته سمات الشخصية التي يختلف حولها فقهاء علم النفس، ما إذا كانت متوارثة جينيا أم بسبب البيئة التي عاش بها، وأنا أقصد هنا بغداد في الثمانينيات. فبغداد ربما تمتلك هذا الجو المشاعري العاطفي باعتبارها بلد شرقي، وكل ذلك يعني أسهم في بناء شخصية كازانوفا، أو ربما في إعادة صياغة هذه الشخصية ضمن الواقع الذي بدأ فيه حياته. الجزء الأهم في هذه الرواية أنه عندما يلتقي الطبيب يسأله الطبيب عن أزماته الداخلية، فيخبره أنه تعرض لانتكاسات عاطفية كبيرة، فيقترح الطبيب أن يقترح عليه أن يبدأ في كتابة مذكراته أو رسائل كجزء من العلاج النفسي. وهذا ما يلجأ إليه الأطباء النفسيون حقيقة أمام شخصية من هذا النوع، العلاج من خلال الكتابة أو العلاج من خلال الحوار مع الطبيب. وهذا الأسلوب كان متبعا بالمناسبة حتى هنا في أوروبا في مرحلة ما قبل عصر التنوير، عندما كان رجال الكنيسة يقومون بهذا الدور مع الناس فيما يسمى بالتوبة أو المغفرة، يعني ربما التوبة في الإسلام والمغفرة في المسيحية، بمعنى التعرف على نوع المشكلة أو الخطية التي ارتكبتها. لكن علم النفس يبحث في ذلك بشكل علمي أكثر، فيبدأ كازانوفا وهو فرات في كتابة كل ما حدث له منذ سنوات طفولته حتى مرحلة ما قبل ذهابه إلى السفارة الكندية. فهذا الكشف هو يعني جوهر الرواية. ربما يراه البعض سردا نفسيا، ربما يراه البعض رسائل، وربما يراه البعض حوار مع الذات، يعني حوار بين ربما الأنا الواعية والأنا اللاواعية، بمعنى بين العقل الباطن والعقل اللاواعي والعقل الواعي. لكن هو كشف حقيقة، ربما هذا الكشف هو ما يعني يعطي للرواية السمة الأبرز لها. في حياته ما بعد الحادث يعيش إنسان فاقد للذاكرة، لا يتعرف على المحيط، يمتلك ذاكرة مشوشة من الماضي، من الحاضر لا يتذكر أي شيء، من الماضي يتذكر الحي، يتذكر المدرسة، اسم المدير، وهي ذاكرة بعيدة. وهذا يحدث أحيانا عندما يتعرض الإنسان للحادث، يفقد الذاكرة إما بشكل جزئي أو بشكل كلي. تبدأ حياته في المستشفى بشكل رمادي للغاية، ويبدو المستشفى بالنسبة له سجن كبير، خاصة أن المريض الآخر يخبره أننا في سوريا لا نستطيع أن نتحدث. وهذا تلميح لواقع الحياة في سوريا ما قبل ربما 2011، ما قبل الحراك الشعبي وخروج الناس في المظاهرات. فكانت سوريا تعيش في حالة من الخوف الكامل، وهذا الخوف انتقل إلى شخصية كازانوفا والجو المحيط به. تبدأ بعد ذلك مرحلة خروجه من المستشفى، فينتقل إلى مأوى وفره له المريض الذي كان بجواره، يعني ربما كنوع من الشفقة لهذا الإنسان أنه لا يجد مكانا يأوي إليه. في المأوى يتعرف على شخصية اسمها رامز. هذه الشخصية أيضا تعاني من جروح وندبات من الماضي. أيضا رامز لا يملك الأبوين، ويعيش في حياة متقلبة بين أن يعمل في مجال السمسرة وكذلك أيضا في جمع النفايات البلاستيك، كذلك أيضا في مجال تلميع الأحذية. فيضطر كازانوفا بعد أن كانت حياته يعني شبه مستقرة سواء في بغداد أو حتى في دمشق، وهو أثناء ما قبل الحادث بالمناسبة يتعرف إلى شابة سورية تدعى نادين، وهذه الشابة يعني يشفق عليها كثيرا لأنها كانت أيضا في حياة شديدة القسوة، اضطرت إلى أن تعمل في أحد الكازينوهات. وعندما يربح يا نصيب في سوريا يقوم بمقاسمتها الربح كنوع من الاعتراف بالجميل الذي أزدته إليه.
ثم يتعرض لنكسة نفسية وعاطفية من نادين بعد أن يعني نفضت يدها عنه. ربما هي شعرت بنوع من العودة إلى الذات لكونها أرغمت على عمل لم تكن قد أحبته، أو ربما لم تكن قد، وهذا ما تعيشه حقيقة، ما يعيشه الكثير من الناس خاصة السيدات أو حتى الرجال. فكازانوفا في حياته في المأوى تظهر له شخصية قنطور، وهو الوجه الآخر له، ويبدأ حوار نفسي مع ذاته أن قنطور أخذ منه ذاكرته وبنفس الوقت يبحث عن جسده. فكازانوفا ليس عليل الجسد إنما عليل الذات أو عليل الذاكرة. فيبدأ هذا النوع من الصراع النفسي بينه وبين قنطور الذي يظهر، وهذه يعني حقيقة فكرة فانتازية أدخلتها إلى الرواية. تنتهي الرواية بالمناسبة عندما تظهر دجلة في نهاية الرواية ضمن يعني تسلسل الأحداث، وسوف يتطرق لها العزيزان الأستاذ علي والأستاذ جان، ويستعيد ذاكرته من خلال رؤية دجلة، بمعنى أن بقايا الذاكرة التي احتفظ بها منذ لقائه الأول بدجلة كجسد يعانقه لأول مرة في حياته كطفل مراهق في 13 من عمره، يسحب إليه الذاكرة بعد سنوات طويلة من الشتات والضياع النفسي الذي يعيشه كازانوفا في حياته. الرواية حقيقة فقط أريد أن أشير إلى نقطتين، هي تتبع أسلوب السرد النفسي والتحليل النفسي، وهذا ما وقفت عليه أيضا في رواية قلعة الملح لمن قرأها، وأيضا وقفت عليه في رواية الكيميائي، كنت قد كتبتها قبل بضعة سنوات، يعني 4 سنوات ربما. وأيضا هناك رواية صدرت قبل عامين، جرح على جبين الرحالة ليوناردو، لكن للأسف لا توجد عندي نسخ لأنها كلها نفذت، وهي أيضا رواية في التحليل النفسي. لكن لنقل أن عمود الرواية هو التحليل النفسي، وهذا أسلوب أتبعه حقيقة منذ بضعة سنوات. هناك روايات عربية اتبعت هذا الأسلوب، وربما هناك روايات لا تحبذ هذا الأسلوب، كل لديه رؤيته في السرد وفي نسج الأحداث. بالنسبة لكازانوفا هناك ملاحظتان، يعني أو هناك نقطتان أود الإشارة إليهما، أنها اعتمدت الفانتازيا في أحد فصولها من خلال شخصية قنطور، وأيضا استحضرت شخصية كازانوفا الغرب الذي ولد في البندقية، وأتت به إلى طاولة الحوار في أحد مقاهي البندقية عندما يرحل فراد كمال قنطور، يعني قبل أن يصبح قنطورا، عندما يرحل إليه عبر الزمن إلى البندقية في مرحلة ما بعد القرون الوسطى، أي عندما نتحدث في القرن ال18. هنا يبدأ الحوار بينهما عن إعادة تعريف الحب في الزمن الحاضر، زمننا الراهن والعلاقات العاطفية، وذاك الزمان الذي عاش فيه كازانوفا الغرب. فيتفاجأ كازانوفا الغرب أن الحب الذي استطاع من خلاله أن يقرأ حياة مئات النساء ويدلف إلى داخلهن، يخبره كازانوفا الشرق فرات ابن بغداد أنك لو أتيت اليوم إلى الحاضر لما لفت إليك نظر امرأة واحدة، بمعنى أن شروط الحب وقوامين ومفرداته وقاموس الحب بهذا المعنى تغيرت منذ ذلك الزمان إلى زمان هذا. وهذه نوع من هذه مقاربة حقيقة، ربما احتاجت رواية أكبر من ذلك، لكن أنا اختصرتها حقيقة، أوجزتها ضمن هذا الحوار القصير، لأنني لا أريد الاستطالة أكثر من ذلك، فقط إيصال الفكرة للقارئ من خلال هذه الرواية. أشكركم لحسن الاستماع. أيضا أتوجه للأستاذ جان.